سأتحدث إليكم عن الربو. الربو هو مرض يصيب أنابيب التنفس في الرئتين. لدينا رئتان، وفي الرئتين لدينا شجرة مقلوبة مثل هذه. جذوع الشجرة هي القصبات الهوائية، وعندما تنزل الأنابيب تفتح مثل الأوراق. هناك حوالي 400 مليون ورقة أو حويصلة في الرئتين، وهي المناطق التي يحدث فيها تبادل الغاز للإنسان. نحن نأخذ الأكسجين ويمر عبر هذه 400 مليون حويصلة، ومن تلك الحويصلة ينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم من خلال ضخ القلب للدم. ما يحدث في الربو هو أنه بسبب الحساسية التي تكون عادة وراثية في العائلات وخاصة عند الأطفال، يصبح حجم القصبة الهوائية الذي يكون كبيرا صغيرا. لذلك يكون الأمر وكأنك تختنق هنا في القصبة الهوائية. هذه هي القصبة الهوائية، وأن تختنق. الأعراض الرئيسية هي ضيق التنفس، السعال، البلغم والصفير، وهو صوت موسيقي في الصدر مثل مواء القطة أو الصفير. هذه هي الأعراض الرئيسية تحدث في العائلات مع نزلات البرد والسعال. ما هي الفحوصات؟ بسيطة جدا، تقوم بإجراء اختبار وظائف الرئة أو اختبار وظائف الجهاز التنفسي. تنفخ في أنبوب متصل بجهاز كمبيوتر مثل تخطيط القلب، سيظهر رسم بياني سيقوم بالتشخيص. اختبار دم صغير جدا، تعداد الدم الكامل، وأشعة سينية للصدر والجيوب الأنفية، وهذا كل شيء. ما هي العلاج؟ أولاً البخاخات، ثانياً البخاخات، ثالثاً البخاخات. يجب أن تأتي هذه البخاخات مع جهاز فاصل، ويجب عليك مراقبة الربو لديك مثل مريض ضغط الدم باستخدام جهاز ضغط الدم. يجب عليك مراقبة الربو لديك باستخدام مقياس تدفق الذروة. أحدث شكل من أشكال العلاج المتاح هو يسمى العلاج الحراري للقصبات الهوائية، حيث نقوم باستخدام منظار الشعب الهوائية، وهو منظار داخلي عبر الأنف بواسطة أنبوب مع كاميرا. ندخل ونقوم بتسخين الأنابيب التنفسية حيث لا يمكن للأنابيب أن تنكمش. تعق ثالثة، وبالتالي ضيق التنفس يكون. الربو هو شيء لا يجب أن تخاف منه. تأخذ بخاخاتك، تذهب إلى الأطباء بانتظام، تقوم بمراقبة مقياس تدفق الذروة بانتظام، وتجري فحصك السنوي. يمكنك تجنب الكثير من الأشياء، وتزور الموقع الإلكتروني لمزيد من التفاصيل. شكرا لك.